زمايل بنتي في الدرس عزموا نفسهم بنفسهم عندي النهاردة على الغدا، وكان عددهم أكتر من 20 نفر، بس على مين أنا قدها. قلت يا بت طيب هتعملي ايه وهتتصرفي ازاي؟ لقيت فجأة الباب بيخبط والجرس بيرن، قمت فتحت لقيت زمايل بنتي جايين كلهم يشوفوها، بما ان هي تعبانة بقى فترة ما بتروحش الدرس وتعبانة جدا. فجم بقى ان هم يزورها وكده. دخلت ان انا اقدم لهم عصير واقعد معاهم شوية. لقيتهم فاجئوني وقالوا لي يا طنط اعملي حسابك ان احنا هنتغدى كلنا النهارده، وقاعدين كده معاكي لغايه بالليل. بصراحه نفسنا ندوق اكلك. قلت بس طيب اعمل لكم اكل ايه؟ لقيتهم بيقولوا لي عايزين ناكل محشي. محشي؟ اه، سمعت كلمه محشي دي يا جماعه وبقيت الف حوالين نفسي. حمدت ربنا ان كان عندي كده في الفريزر مخزنه كرنب زي ما انتوا شايفينه كده. طلعته بسرعه، سخنت الفرن عندي وطفيته، وقمت جايه حاطه الاطباق دي ان هي تفك. خدت كده من الصهد بتاع الفرن وفكت على طول. بس ايه يعني ما فكتش قوي. بدأت بعد كده احطهم في مصفى واحط تحتهم طبق واشطفهم كويس وايه اركنهم على جنب بقى يصفوا براحتهم. وكان عندي ورق عنب مخزناه في التلاجة الحمد لله. فطلعته كده وبدأت ان انا اسيبه ان هو يصفى برضو على بال ما الكرنب يصفى وورق العنب ويصفوا براحتهم خالص. هدخل بقى على التسبيكة. وشوفوا برضو عايزة اقول لكم ان المحشي ما خدش في ايديا وقت خالص، خلصته كله بسرعة. بسبب ايه بقى؟ لما تكون الحاجة عندك مخزناها. إيه لو اي برطمان كده بتفتحيه وطبعا مقفول كويس جدا جدا، دخلي بس بوزي السكينة كده من الجنب ويفتح معاكي الغطا على طول. تمام. مسكت بقى بعت إيه ابني جاب لي الخضره دي بسرعه، جاب لي شبت وكزبره وبقدونس، ومسكتها غسلتها وقطعتها. والصلصه عندي لتسبيكه المحشي، طلعت الكيس تحت الميه سخنه فك، قمت جايه بقى قطع الكيس وحطيته في الحله وعليه شويه زيت وعلقت عليه على البوتاجاز هيسخن بس. وجبت بصلايه كبيره قطعتها ودعكتها ملح وفلفل اسمر. وجبت الرز غسلته وصفيته وابدا ان انا اقلب بقى الرز بالبصل بالملح والفلفل الاسمر. بيدي نكهه روعه يا جماعه. والخضرة بتاعتك بقى المشكلة الجميلة دي، كزبرة بقدونس شبت، بس كتري في الشبت، وقرنين فلفل قطعيهم صغير، وقلبي كل المكونات. وهنا الصلصة كانت معايا يعني فكت بقى خالص وسخنت، اهم حاجة ان هي تغلي. نزلت بقى بالايه، بمعلقة كبيرة من الثوم المهروس، ومعلقة كمان هريسة، ومعلقة ملح، فلفل اسمر، كمون، شطة. ودي خلطة المحشي يا جماعة، بتبقى شاملة فيها بقى نعناع مجفف، توم باودر، بصل باودر، إيه، 7 بهارات. كل ده قلبت بقى كل ده كويس جدا، ونص كوباية كده من الزيت. ودي كانت الخلطة الجبارة للمحشي. تعالي بقى أحلى محشي ممكن تاكليه في الطواجن. بدأت إن أنا جبت الطاجن بتاعي دهنته دهن زيت، وقطعت بقى قطع من البصل والطماطم والفلفل. وهنا بدأت إن أنا أحشي بقى المحشي الكرنب. وعايزة أقولك في أي وقت ممكن تعملي محشي، مش هتبقي قلقانة وهتقولي لازم يوم كامل ولازم لا. مادام انت كده مفرزة دايما كرنب عندك، مفرزة ورق عنب، الصلصة كمان بتاعت المحشي مفرزاها، خلاص هتعملي المحشي بكل سهولة، مش هياخد معاكي وقت خالص. لكن انت بقى لو طب عليكي ضيوف فجأة وطلبوا منك محشي زي ما حصل معايا كده، لسه هتروحي تجيبي كرنب وتسلقي، وهتعملي امتى وهتخلصي امتى؟ علشان كده دايما بنصح اي ست بيت لازم يبقى عندها كيس واتنين وتلاتة في الفريزر لتسبيكة المحشي. ودايما كده من الوقت للتاني تجيبي كرنبايه، وبرضو انك تسلقيها وتقطعها وتعينيها. ورق العنب، الحاجات دي دايما تبقى عندك، الحاجات دي بتنفعنا جدا جدا في الازمات. وهنا جبت الطاجن التاني ودهنته برضو دهنه من الزيت، ونزلت برضو بطرنشات بصل وطماطم وفلفل. والعيدان بتاعت ورق العنب بتدي مزازة للمحشي بتاع ورق العنب وبيبقى حلو جدا. هبدأ بقى هنا احشي ورق العنب. الورقة الصغيرة بحشيها على بعضها، الورقة الكبيرة بقسمها من النص. وعايزة اقولك انا مخزنة ورق العنب بطريقة حلوة جدا جدا زي بتاعة الشركات بالظبط. هنزل لكم بالرابط في التعليقات. ومعايا بقى هنا دبس الرمان يا سيدي، وبدأت ان انا احط كده شوية على الوش. وهبدأ كده انزل، كان عندي شوربة في الفريزر طلعتها وسخنتها علشان انجز. والفراخ بتستوي على البوتاجاز، بيكون الطواجن كده في الفرن، كل ده هعمله مع بعضه في نفس الوقت. يعني كان عندي شوربة طلعتها غليتها، وقلت ان انا ايه احطها كده على المحشي. حطيت بقى، سخنت الفرن عندي كويس جدا ودخلت الطواجن في الفرن. تعالوا هنا بقى، غسلت الفراخ وصفتها كويس، وجبت بصلتين كبار مع حبايه طماطم وقرن فلفل اخضر، وكله اتقطع مع بعضه. وكمان معلقه كبيره من الثوم المهروس، ونزلت بالملح والفلفل الاسمر وقلبت كل ده. وتعالي بقى نتبل الفراخ بتاعتنا بعد ما غسلتها كويس وصفتها حلوه قوي قوي.
وبدأت إن أنا أدخّل التتبيلة دي تحت الجلد وما بين الوراك ومن جوّه ومن البطن ومن برّه وكل حاجة، حلوة أوي التتبيلة دي، البصل والطماطم والفلفل والتوم، زائد بقى الملح والفلفل الأسمر بتاعِك. لمّا بتتبّلي الفراخ بالطريقة دي بتبقى حلوة أوي، أوي، ولو كان عندِك وقت لو عملتها كده وسِبتها في التلاجة من بالليل يا سلام! هتاكلي أحلى فراخ وتشربي أحلى شوربة. نزلنا هنا بقى بمعلقة سمنة كبيرة سخنت كويس ونزلت كده الفراخ واتشوحت، وبعد ما اتشوحت نزلت مية مغلية من الكتل، هسيبها بقى غلوة والتانية واقلبها على الناحية التانية وما تستوي اطلعها. في نفس الوقت الفراخ استوت مع المحشي مع كل حاجة. شايفين المحشي عامل زي ما يكون مشوي، لان انا كنت مشغلة كمان يا جماعة الشواية كده من الفوق من فوق، ليه؟ عشان تسعف معايا. وكمان حمرت الفراخ زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت عليها رشة من الملح والفلفل الأسمر. وتعالوا بقى حطيت الأكل وقدمت لهم بطريقة شيك، دخلت لهم كده الأكل كانوا بينسفوا ويقولوا ايه الحلاوة دي وايه الجمال ده. بصراحة الأكل حلو قوي قوي قوي، تسلم ايديك يا طنط. عايزة اقول لكم يا جماعة ان ال20 نفر ما عادش منهم غير 8. الباقيين استأذنوا وقالوا احنا ان هم ما قالوش لمامتهم وكده، و8 بس اللي قعدوا مع بنتي، عشان كده انا جبت فرختين بس. بس عايزة اقول لكم بقى ان ريحة المحشي كانت جايبة الشارع كله. الطواجن فيها المحشي روعة خطيرة، والشوربة حلوة قوي قوي بتتبيلة الفراخ دي، والفراخ كمان لما حمرتها بصراحة الاكل كان يستاهل كده بقكم. قولولي بقى بتحبوا تاكلوا المحشي من ايد مين؟ كلكم كده اكتبولي كده في الكومنتات، وقولولي كمان انتوا من انهي مكان بتشاهدوني الان. بجد بجد بحبكم.